النهارده هنعمل مع بعض كيكة الحليب الهشة واللي طعمها خطير. كيكة بسيطة جدا بمكونات في كل بيت، بس النتيجة ولا في الخيال. خفيفة جدا وطرية وبتشهي من أول ما تدخل الفرن، ريحتها بتملى المكان. جربت كيكة الحليب قبل كده؟ صدقوني النتيجة خيال. تعالوا نشوف مع بعض النتيجة خطوة بخطوة. تعالوا. عندي كوبايتين ونص دقيق، هبتدي انخلهم كويس جدا. لازم تنخلي الدقيق مرة واتنين وتلاتة عشان الهواء يخش جوه الدقيق. تمام. انا عاوزه اقول لكم ان الكيكه جميله جدا، بس انا مشكلتي ان انا بعمل في فرن الخبيز الكبير، مش عندي فرن البوتاجاز، والاحسن ان انت تعمليها في فرن البوتاجاز. هتنخلي الدقيق وتحطي الدقيق كوبايتين ونص، وهتحطي 3 معالق نشا، وكمان كيس بيكنج باودر كامل بتحطيه كله كامل، هو تقريبا معلقه كبيره. هتنخلوهم كويس وتنخلي كمان البيكنج باودر. بعد ما نخلتيهم كويس هتركنيهم على جنب. لازم تنخليهم مره واتنين وتلاته. تمام. هتقلبيهم كويس جدا مع بعض. الدقيق والخميره بقولك دي الكوبايه الموحده لكل الكيكه. بالنسبه لك اي كوبايه عندك، بس اهم حاجه هتظبطي المقادير بالكوبايه. تمام. هتقلبيهم وتعالي نشوف بقى هنعمل ايه. عندي 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، لازم يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، اوعي تكونوا لسه مطلعهم من التلاجة. اول سبب في فشل الكيكة ان انتي بتجيبيها من التلاجة، وتاني سبب ان انتي ما بتدخليش الدقيق. تمام. هتبتدي ان انتي تضربيها كويس جدا مع الفانيليا، بتحطي كيسين عشان زفرة البيض. تمام. لان انتي مش عاملاها باي منكهات غير الفانيليا، فلازم وضروري ان انت تضربي البيض كويس. بتبتدي ان انت تحطي السكر كوبايه وربع سكر، كوبايه وربع سكر، سكر ابيض. ما تجيبيش اي نوع تاني اللي هو الغامق ده، هيغمق لك الكيكه وهيديكي طعم وحش، مراره في الكيكه. لا، السكر يكون ابيض حبيبات. بتقلبيها كويس جدا لحد ما لون البيض يفتح شويه. ابتدي بقى اضربي كتير جدا لحد الكيكه ما تبقى الخليط يبقى ايه، ناعم جدا معاكي، ويبقى لونه فاتح. بصوا لونه عمل ازاي من كتر ما انا بضرب. هبتدي بقى ان انا احط الزيت نص كوبايه بالظبط اهي، انا بوريها لكم نص كوبايه. تحطي الزيت وتبتدي برضو تقلبي كويس جدا. عندي ايه بقى بعد كده؟ بعد ما بقلب الزيت والمكونات، كل نتيجه اللي انا بحطها وكل حاجه من اللي انا بحطها بتخلي الكيكه طعمها احلى وبتبقى فلافي كده وحلوه. هبتدي ان انا احط بقى ايه الحليب. لازم كل حاجه تدوبيها كويس علشان خاطر تاخدي نتيجه كويسه جدا. بصي انا بقولك ان الكيكه هتعمل خيوط كده اهي، بصي يبقى انت كده ماشيه صح. عندي بقى كوبايه حليب 200 مللي، مش الكوبايه الصغيره. الحليب بقى اللي هنا هتبقى مختلف. هتقلبي بقى الحليب تاني بقى مع الكيكه كويس جدا لحد ما ايه، ما يختلط الحليب وتبتدي تتقل حاجه بسيطه معاكي. تمام. هتبتدي بقى تحطي بقى ايه، خليط الدقيق اللي احنا ركناه هنجيبه، هنبتدي نحط شويه بشويه. يعني انا حطيت اهو، هبتدي بقى ان انا اقلبهم في اتجاه واحد. خلي بالك وانت ماسكه المضرب في اتجاه واحد علشان الهواء اللي انت دخلتيه كله ما يضيعش. هتبتدي بقى زي ما انت شايفه انا بقول لكم في اتجاه واحد. قلبي بقى كويس جدا وظبطي العجينه زي ما انتوا شايفين. انا بنزل الدقيق مش بقلب في عكس الاتجاه. هبتدي بقى احط بقيه الدقيق، لان هما كميه قليله، كوبايتين ونص دقيق، كوبايه صغيره بتاعت الشاي. ده بالنسبه لي انا. تقدري توحدي الكوبايه بحيث ان انت تعملي بكوبايه اكبر على حسب اللي انت عاوزاه. تمام. انا كده قلبت كويس. هبتدي بقى افتكرت رشه الملح يا جماعه، رشه كده بسيطه زي ما انت شايفه هحطها. ده بتعادل طعم الكيكه، وكمان الملح بركه في كل المعجنات. هتبتدي برضو تنزلي الدقيق اللي فوق ده وتقلبيها برضو زي ما انا وريتكم في الاتجاه ده كده. قلبيها كويس جدا لحد ما تلمي كل العجينه اهي زي ما انت شايفه. انا بقلب فيها مش كتير برضك، يعني مش مده كتير عشان ما اطلعش الهواء. بقى الحاجه اللي هي هتودي الكيكه في حته تانية، كوبايه ميه سخنه بتغلي. بتجيبيها كده من التركه او تجيبيها من الكتل، ميه سخنه بتغلي نص كوبايه بس، متحطيش كتير، نص كوبايه. هتبتدي بقى تقلبيهم عشان يتقل تاني لان هو خف مع وجود الميه.
بعد ما تقلبيه كويس جدا هتكوني عندك جايبه صينيه مبطنه زيت، وتحطي دقيق، مبطناها دقيق كويس جدا، وهتبتدي بقى ايه تقلبي الخليط كده زي ما انت شايفه، تجيبيه من تحت لفوق لا يكون في حاجه يعني ما دابتش، وتبتدي ان انت تصب الخليط. صب الخليط كويس جدا وطلعي كل اللي في الجناب زي ما انت شايفه. هتبتدي بقى تكوني مسخنه الفرن، لازم تكوني قبليها مسخنه الفرن على درجه الحراره 180، بتحطيها في الرف الاوسط. ممكن تكوني في الاول مولعه تحت وفوق، بس اول ما تحطي الكيكه بتطفي فوق. بصي بقى بتدي خبطه كده للكيكه عشان تطلعي الهواء، بتخبطيها كذا خبطه عشان تطلعي الهواء. تمام. بعد كده اهو بصوا اهي، بتبتدي بقى تمسحي الاطراف بتاعه الصينيه وتنضفي الصينيه كويس جدا زي ما انت شايفه، وتبتدي ان انت بقى ايه تحطيها في الفرن. لازم الصينيه تنضفيها عشان الحاجات دي لو اتحرقت هتعمل منظر وحش قوي في الكيكه. بتحطيها في الفرن وتسيبيها نص ساعه او تلت ساعه في الحدود دي. انت كل شويه بتراقبيها من بره لو الفرن ازاز، لكن ما تفتحيش عليها غير بعد اول 10 دقايق، ما تفتحيش عليها خالص. زي ما انت شايفه منظرها جميل جدا. انا مشكلتي بس واللي خلى الكيكه يعني مش مرتفعه قوي عندي ان الفرنه بتاعتي فرنه الخبيز، مش فرنه البوتاجاز او فرنه كهربائيه. لو كانت دي او دي كانت هتبقى مختلفه تماما. زي ما انتم شايفين انت بتبتدي تقطعيها كويس جدا وبتبتدي تاخدي منها قطعه، يعني انا هاخد منها القطعه دي اهي. بصوا الجمال. طبعا الكاميرا ما كانتش جايباها بس هجيبها لكم تاني اهي. بصوا جمال الكيكه، بصوا الجمال، بصوا الطراوه، بصوا اللون الابيض بسبب الميه وبسبب ان انتي عملتي المقادير بالصح. يعني المقادير الصح هي اللي بتخلي الكيكه بالطراوه والجمال ده زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى ايه اوريكم حته تاني اهي. بصوا هقطعها لكم بقى من النص. بصوا بياض الكيكه، بصوا الكيكه بيضه ازاي. اولا عشان السكر ابيض، ثانيا عشان احنا حطينا ميه سخنه، والمقادير مظبوطه على شعره بالظبط. بصوا جمال الكيكه، بصوا حلوه جدا جدا جدا. لو الفيديو بجد عجبكم اعملوا لايك واشتركوا في القناه واكتبوا لي كومنت حلو، وعرفوني ان انتوا وصلتوا لاخر الفيديو وانتوا بتتفرجوا على الكيكه وهي بتتعمل. بجد الكيكه ممتازه جدا وجميله، تقدري تعمليها في اي وقت. زي ما انا قلتلك انت ممكن تعملي الكيكه وتركنيها وتحطيها في الفريزر وتطلعيها باكياس، تحطيها في اكياس وتطلعيها او في علب التلاجة وتطلعيها تعمليها للفطار الصبح. الولد وهو رايح المدرسه تديله قطعه في اللانش بوكس جميله جدا. ارجو الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد، والسلام عليكم.